جددت ألمانيا التأكيد على موقفها المتعلق بقضية الصحراء المغربية الذي يعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مجهوداً جاداً وذا مصداقية من لدن المغرب، وأساساً جيداً لحل مقبول من الطرفين، كما تم التعبير عن ذلك في الإعلان المشترك الصادر في 25 غشت 2022. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الموقف تم تجديد التأكيد عليه بمناسبة انعقاد الدورة 50 للمفاوضات الحكومية حول التعاون المغربي الألماني التي انعقدت بالرباط يومي 7 و8 دجنبر 2023. وأضاف البلاغ أنه تم اعتماد الإعلان المشترك ل 25 غشت 2022 عقب لقاء لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإف. وأبرز المصدر ذاته أن الجانب الألماني أكد في هذا الإعلان على الطابع الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، كما جدد التأكيد على دعمه للقرار رقم 2703 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي سجل دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. وبحسب المتحدث الرسمي فإن الإعلان المشترك الصادر في 20 أكتوبر 2028 يؤكد الموقف الذي سبق أن اعتمدته بلجيكا بتاريخ 14 فبراير 2014 في إطار اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وبلجيكا، والذي سبق التعبير عنه من قبل رئيس الوزراء آنذاك السيد إليو دي روبو، والذي أكد من خلاله أن بلجيكا تقدر الجهود الجادة وذات المصداقية